السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. بصوا بقى السمان بتاعي بقى قد ايه. بصوا بصوا كلهم ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، حجم واحد. بصوا، عايزه اقول لك يا حبيبتي، اللي عايز يعمل مشروع يشوف الفيديو ده للنهايه، وهنحسبها بالورقه والقلم، وهتكسبي ولا مش هتكسبي، بس باذن الله احنا كسبانين باذنك يا رب. على فكره عايزه اقول لكم ان انا اول مره اربي سمان، ما ربيتوش قبل كده، وكنت خايفه منه جدا جدا جدا، ويشهد ربنا. بس عايزه اقول لك بقى قبل ما اكمل كلامي، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وشجعوني ان شاء الله. عايزه اقول لك ان السمان بعد ما ربيته اكتشفت ان هو من اسهل انواع التربيه، لا وكمان احسنها، ومش محتاج مساحه ولا محتاج مكان ولا اي حاجه خالص. ورب العزه انا من ساعه ما جبتهم وهم ببلكونتي كده، وصورت لكم المكان قبل كده، اقسم بالله في البلكونه بغير الكرتونه بس، يعني دي مش الكرتونه الاساسيه بتاعتهم، كل كام يوم بغير الكرتونه، بنضف تحتيهم. الميزه فيهم ان هم مش زي الكتاكيت ولا الفراخ ولا البط الصغير مقرب بقى وريحه وتلاقي الدنيا، لا بالعكس. السمان مش محتاج مكان، السمان محتاج كرتونه زي دي. الكرتونه دي واخده 20 كتكوت، بصوا 20 واحده، بصوا حجمهم قد ايه اهي. دولت ما طلعوش من الكراتين، يعني انا غيرت الكرتونه كرتونه في كرتونه في كرتونه، بس كل كرتونه هي قد بعضيها، ما ربيتهمش في حته تانية ولا نقلتهم من البلكونه عندي، هم في نفس البلكونه وفي نفس الكرتونه، وبغير لهم بس تحتيهم وخلاص. على كده كل كام يوم بجيب كرتونه جديده واحطها. طيب، هل المشروع السمان بعد انا مربيته وحسبتها بالورقه والقلم، هل هو هيبقى مربح يا بنتي يا بطه؟ هقولك على حاجه. اولا كتكوت السمان بيبتدي من 4 و5 جنيه، كتكوته اللي هي لسه طالعه من البيضه، وفي ناس على فكره بتبيعه اقل من كده، لو انت خدتي كميه كبيره بيديكي اقل من كده جمله. طيب، باعتبار ان احنا يا جماعه مش هنجيب كميه، وهنجيب مثلا 20 على قدينا، 20 كتكوت 5 جنيه، يعني ب100 جنيه كده، اتفقنا؟ ال20 كتكوت في 5 جنيه ادي 100 جنيه. طيب ادي 100 جنيه صرفناها، جبنا بيهم الكتاكيت. في ناس يا جماعه بتقولك انك لازم تاكل علف، لا انا مش لازم اكل، على فكره ابتدوا يطيروا يعني، بس انا مقفله. بصوا البلكونه ازاز، فالحمد لله حتى لما بيخرجوا من الكرتونه برجعهم تاني. انت لازم تاكل علف؟ والله ما لازم تاكلي علف، والله بحلف لك بالله. هتحطي مره كده ومره كده، بس اول ما بيجوا عشان الحلفان بنحط كام يوم كده علف. العلف طبعا بتطحنيه بودر، بتخليه بودره خالص خالص خالص. بعد كده انا اكتشفت ان ليه علف، يعني ليه انا اكلهم علف؟ لا مش هاكلهم علف. بقيت اجيب شعير واجيب قمح واجيب الذره الصفراء، بطحن عندي في البيت الشعير والذره اللهم صل عليك النبي. التليفون كان فاصل مني. بطحن عندي في البيت الشعير او القمح او الذره وبحطهم. اللي انا حاطاه النهارده ده الذره، دي الذره الصفراء، بصوا عامله ازاي وبياكلوها. بصوا زي الفل، الله اكبر زي الفل. بصوا طيب، ليه بقى يا بنتي يا بطه انا بدلت؟ لان هقول لكم على حاجه، طالما في بديل الحاجه ليه انا اكلف نفسي؟ ليه انا احط اكل مكلف هم هياكلوا؟ مفيش احلى حاجه تاكلي الطيور بتاعت البيت دي. طيب انا جبت كده السمان ادي 100 جنيه يا جماعه، حطينا بس اول 3-4 ايام حبه العلف، طحناهم حلوه قوي، وبقيت احط بعد كده الشعير والقمح المطحون للطيور بتاعي. وهوريكم القمح المطحون، بصوا عامل ازاي، يبقى كده اهو. طيب انت بتطحني عندك في البيت ليه؟ لان انت لما بتطحني الحاجه بتبقي ضامنه ان هي مش مخلوطه، وبتحتفظي بالقيمه الغذائيه بتاعتها. طيب ادي 100 جنيه تمام. الميه يا جماعه لازم تحطي في الميه ليمون،
ليه يا بنتي يا بطه ليمون؟ لان الليمون وقايه، قسما بالله ما اشتريت لهم ادويه نهائي. يعني كانت بيقولوا لي جيبي ادويه وما اعرفش، اقسم بربي انا ربيتهم من غير ادويه. بحط بقى، تحطي في الميه تحطي ليمون، تحطي في الاكل، مع الاكل بحط بقى معلقه كركم، بحط معلقه شطه، بحط كمون، بحط فلفل اسود، بحط كزبره، بحط الحاجات دي بطحنها برضو حلو، واحط عليه كل الحاجات دي مضادات حيويه وحاجات مغذيه جدا للطيور بتاعتي. ممكن تحطي في الميه بنجر بس تصفيه، تضربي شفشق البنجر في الخلاط بس تصفيه. انا بحط بقيه الطيور من غير تصفيه، لكن دول لازم اصفيه لان هما بقهم ضعيف جدا قليل قوي، فما بيعرفوش ياكلوا الحاجات المحببه. طب يا بنتي يا بطه، ايه بقى المكسب في اللي انت بتقوليه؟ هقولك. جوز السمان حاليا على حسب ما انا سمعت بيقولوا ان جوز السمان 90 جنيه. لو قلنا بلاش 90 خليه ب80 وهنمشيها على كده. تمام. جوز السمان ب80 جنيه. انتي السمان عندك بيكبر في 28 يوم، من 28 يوم ل 30 يوم. طيب اكلتيهم بكام؟ لو احنا حسبنا ال20 جوز، ال20 جوز لو هما ب80 جنيه هيبقوا عاملين لك 1800 جنيه. نقول يا ستي بالميت انك انت صرفتي 800 جنيه مثلا، بس انت طبعا ما صرفتيش 800 جنيه، مستحيل يعني. قلنا 800 جنيه بالسمان باكل وشرب، يبقى انت طلع لك من الحسبه دي 1000 جنيه. بس انا بقول لك بالزياده، لكن هما ما كلوش بكام؟ ب 700 جنيه. لا ما كلوش ب 700 جنيه، تعملي راحه فين؟ ما كلوش ب 700 جنيه. بس احنا هنقول نخليها بالاقصى ان هما كلوا السمان بمجايب السمان، ادي كده 800 جنيه، يبقى انت طلع لك 1000 جنيه. يبقى ده مكسب ليكي ولا خساره؟ زائد بقى بدل ما تربي 20 خليهم 40، طالما ان انا مش عايزه مساحه. انت في بلكونتك ممكن تحطي 50 كتكوت في كرتونتين، تقسميهم في كرتونتين، يبقى شوفي بقى عندك مكسب ولا لا، وانت احسبيها مع نفسك. على فكره انا قلت لكم ان انا ما ربيتوش، انا ممكن احسب لك البط مكسبه ايه وخسارته ايه لما تاكليه كذا او ما تاكليهوش كذا. لكن في السمان بعد ما جربته، لا الحسبه بتاعتي دي باذنك يا رب مظبوطه. ليه؟ لان السمان اكلته كمان هو بيسحب اكل، بس بيسحب اكل ايه؟ انت بتطحني الحاجه، انت بتحطيها مطحونه، فانت لما بتطحني هنا حبه بيضربولك قد كده. انا حتى هنا جنبي والله بصوا الخلاط، حتى حاجتي جنبي. ليه؟ لان انا على طول بطحن لهم هنا. فيبقى انت حطيتي تكلفه قليله في الاكل. اولا الشعير والقمح والذره رخاص جدا، ارخص من، يعني انت بتجيبي كيلو القمح بسعر 2 كيلو القمح بسعر كيلو علف. طيب انا عندي مكسب ولا لا؟ هتقولي لي يا بنتي يا بطه، اقول لك عمرك ما تكوني اكلتيهم ب 700 جنيه، مستحيل، ده المستحيل بعد انا ما ربيت. لكن انا هقول لك خلينا بالزياده، انك انت جبتيهم وربيتيهم وباكلهم بكل حاجه صرفتي 800 جنيه، يبقى انت عندك 1000 جنيه. لو انت عملتي الموضوع ده في شهر، انت عندك السمان بيكبر في من 28 يوم ل 30 يوم، عايزاه يبيض بيزيد معاكي 10 ايام تاني، فكده تمام زي الفل. وطبعا لو بيض عندك احسن لك، هتستفيدي بالبيض بتاعه. طيب خلينا مش هيبيض واحنا هنبيعهم قبل ما يبيضوا، يبقى انا عندي مكسب ولا مش عندي؟ لو انا سبتهم يبيضوا مش هيبقى عندي مكسب ولا مش عندي؟ سعر البيضه انتوا عارفين الاسعار بقت شكلها ايه. فعايزه اقول لك ان المشروع ده مربح جدا، اعمليه في بيتك، مش هتعمليه الا نقول بقى عندنا سطح ولا عندنا مكان. والله في ناس حاطاه في مطبخها، اولا مش مزعج، مش مقرف، مش ريحته وحشه، نظافه، بتبقي على طول الدنيا زي الفل. اللي هيدخل عندك عمره ما يكتشف ان انت حاطه حاجه. اتمنى ان انت تعملي المشروع ده، مشروع مربح جدا. انا بقولك اول مره اربيه، مش هقولك ان انا استفدت منه قبل كده، لكن عجبني تربيته بالحسبه، وان هو مش مزعج. يعني لما حطيت كتاكيت قبل كده عندي في البلكونه ضايقتني،
حطيت بط خنقني، لكن لما حطيت السمان بسطني بصراحة ربنا. فعايزة اقول لك ان الطريقة دي حلوة، تحطي بديل العلف يبقى ليكي مكسب حلو قوي. اعملي الوصفات بتاعتي واعملي الطريقة، شوفي فيديوهاتي. اكتشفت ان فعلا مشروع مربح جدا. اتمنى لينا كلنا ان ربنا يا رب يوسع علينا ويرزقنا من وسع. وابسط ما فيها يا اختي، لو مش هتربيه عشان تبيعيه، ربي لي ولادك. تخيلي لما انت تبقى عندك مجموعه وتركنيها في التلاجة وتاكلي منها خلال الشهر وتعملي مجموعه غيرها وهكذا، مش ده مكسب ليكي وتوفير؟ هو انا لازم ابيع؟ توفير ليا انا ومكسب ليا انا ولبيتي. اتمنى بقى ان الفيديوهات تكون بتعجبكم، واشتركوا في قناتي، والمشروع ده حلو جدا. ربنا يا رب يرزقنا جميعا من وسع، وتابعوني ويا ريت تعملوه. واسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.